اهلا بكم يا اخواتي في فيديو جديد من تعليم اللغة الألمانية من الصفر، ومعنا درس جديد ودرس قد يكون من اهم الدروس في اللغة الألمانية. واحنا النهارده هنتكلم عن فعلين بس، مش هنتكلم عن الدرس ده كله عشان ميبقاش الموضوع تقيل شوية. وهنتكلم بس عن فعل زاين وفعل هابن. الفعلين دول على فكرة من اهم الافعال اللي تستخدمها لو انت بتتكلم الماني، من اهم الافعال لازم أن تكون عارف تصريفها. وبالمناسبة الافعال ديت جايبينها لوحدها عشان التصريف بتاعها بيكون مختلف تماما، تصريف شاذ تماما. تمام، يعني الفعل بيتحول تحويل جذري لما يتصرف مع الضمير. طيب، هنكتفي النهارده بالفعلين دول بس، تمام، عشان ميبقاش الموضوع اوفر شويه. وهنفهم ازاي تقدر تصرف فعل زين وفعل هابن. اولا، يعني ايه فعل زين ويعني ايه فعل هابن؟ فعل زين معناه يكون، زين يكون، وفعل هابن معناه يملك او عنده او لديه. تمام. اول حاجه معانا هنا هنشتغل على فعل زين. طيب، احنا في العاده دايما، يعني احنا في الدرس اللي فات كنا واخدين ان احنا بنشتغل في الايه، على الاي ان في اخر الفعل، صح؟ لا، احنا في الفعل ده وفي الافعال اللي تحت ديت من الموضوع بيختلف شويه، عشان كده جايبهم لك لوحدهم. تمام، ده غير برضو الافعال الغير منتظمه، ده غير الافعال الغير منتظمه عشان محدش يختلف عليه الامر. تمام. اول حاجه معانا فعل زين. فعل زين ده هو شايفه عامله ازاي في المصدر اهو، الفعل كده في الانفينيتيف في المصدر. تمام. طيب، ايه اللي بيحصل معاه مع الضمير؟ ايش بتبقى؟ ich bin. ich bin معناها انا اكون. ich bin معناها انا ايه؟ انا اكون. طيب، مع الضمير دو اللي هو انت، مع الضمير دو اللي هو انت بتبقى ايه؟ دو بست. دو بست انت تكون. دو بست انت تكون. طيب، مع الضمير ايه او زي او اس بتحول لايه؟ بتبقى ايه است او زي است او اس است. شايف الفعل بيتحول ازاي؟ بيتحول من زاين لاست، ومن زاين لبست، ومن زاين لبن. شايف التحول؟ يعني شايف التحويل الجذري. عشان كده الافعال ديت افعال قلنا عليها افعال ايه؟ افعال شاذة. طيب، مع الضمير فا، ده فا ده المفروض بياخد الفعل زي ما هو؟ لا، برضه هيتغير مع الفعل ده، تبقى فا زند. فا زند نحن نكون. فا زند. مع الضمير اللي هو انتم، مع الضمير اللي هو انتم بتبقى ايه؟ بتبقى زايد. زايد انتم تكونوا. زايد انتم تكونوا. لازم تركز في الفعل ده، في الضمير ده، عشان الفعل بيختلف معاه شويه. زايد انتم تكونوا. تمام. مع الضمير زي حضرتك او حضراتكم او حضراتهم بتبقى ايه؟ زي زند. زي زند زي ما اتعودنا بيبقى زي هو، والضمير فا نفس التصريف. طيب، يبقى نعيد من الاول تاني. ich bin، يبقى قلنا من الاول ده تصريف فعل زي مع الضمير الشخصيه، فعل يكون مع الضمير الشخصيه. تمام. Ich bin, du bist, du bist, sie ist, wir sind نحن نكون. seid, seid أنتم تكونوا. زي حضرتكم أو حضرتهم أو حضرتك إيه؟ sind. تمام. يبقى ده تصريف فعل زين يكون مع إيه؟ مع الضمائر الشخصية. شايف؟ لازم على فكرة ده لازم حفظ، لازم حفظ. تمام، عمره ما هيجي معاك كده بالتفكير، لا، لازم حفظ. الافعال دي بتلزم ان انت تحفظها، والافعال برضو الغير منتظمه هناخدها ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. بعد كده معانا فعل هابن. فعل هابن قلنا معناه يملك او عنده او لديه او معاه. تمام، نفس المعنى كلهم في الاول وفي الاخر. تمام. ادي الفعل جاي عندي عادي جدا في المصدر اهو، هابن اخره وي ان، بيتصرف مع الضمير ايش عادي، بنشيل منه حرف الان بتبقى ايش هابه. ايش هابه. لكن مع الضمير دو بتبقى ايه؟ دو هاست. بنشيل البي والاي والان تبقى دو هاست انت تملك او انت عندك. تمام. مع الضمير ايه زي اس تبقى ايه؟ اه هات زي هات، وده اس هات. تمام. شايف الفعل بيتحول ازاي من هابن لهات؟ شايف الفعل اللي حصل فيه؟ طيب، مع الضمير فيا، الفعل بينزل في المصدر زي ما هو، تبقى فيا هابن. فيا هابن نحن نملك. طب مع الضمير اللي هو انتم، اللي هو انتم تبقى هبت. هبت انتم تملكون. هبت انتم تملكون. طيب، مع الضمير زي حضرتك او حضراتكم او حضراتهم، زي هابن برضو نفس ما عملنا مع الضمير فيا، يبقى زي هابن. زي هابن. تمام. يبقى مع الضمير ich habe، مع الضمير du hast، مع الضمير ايه وزي واس هات، مع الضمير wir haben، مع الضمير اللي وانتم هابت، مع الضمير زي حضرتكم او حضرتك او حضراتهم ايه؟ هابن. تمام. تمام لحد هنا. يبقى احنا عندنا
ده فعل haben معناه يملك او لديه او عنده، تمام. وده فعل sein معناه يكون. لازم الاتنين دول قلنا لازم تحفظهم، لازم الاتنين دول تحفظهم. طيب هنبص على احنا كده هنعيد عليهم كام مره، وبعد كده نحل اول سؤال ده، او نحل فيه كام نقطه كده عشان بس وقت الفيديو، تمام. هنا قلنا ich bin، ده فعل sein اللي هو انا اكون. ich bin، du bist أنت تكون. هي زي ist، هذا يكون أو هي تكون أو هو يكون. wir sind نحن نكون. er seid هم أنتم تكونوا. زي حضرتك أو حضراتكم أو حضراتهم sind، تمام. طيب بعد كده ich habe أنا عندي. du hast أنت عندك أو أنت تملك. هي زي ist hat هو عنده او هذا عنده او هي عندها، تمام. wir haben نحن عندنا او نحن نملك، تمام. ihr habt تمام، يعني ايه؟ انتم عندكم. ihr habt انتم عندكم او انتم تملكون. زي حضرتك او حضراتكم haben، اوكي haben. طيب هننزل نحل معلش السؤال ده، هو محلول بس هنشوف بس احنا ليه حلناه، تمام. ده هنا بيقول لك ايه؟ sein ergänzen زي ايه. هنكمل طبعا الافعال هنا. طبعا اول حاجه بيقول لك هاشنايدر، تمام. جوتن تاج في ونقط ونامه. طيب هو هنا مش بيتكلم على هيرشنايدر، هو هنا بيتكلم على اسمه. فاسمه ده ايه؟ اسمه ده جماد. هنا الاسم طبعا ده اسم شيء، صح؟ حاجه جماد، حاجه ما فيهاش روح، فهياخد ايه؟ هيبقى ضميره اس. فاحنا قلنا اس بياخد ايه؟ ففي است نامه، في است نامه. ايه هو اسم حضرتك؟ تمام. في است اهي نامه، ما هو اسم حضرتك. بعد كده فراو مستريك، تمام. ماين نامه نقط مستريك، ماين نامه نقط مستريك. برضه هو هي هنا بتتكلم على ايه؟ على الاسم. ده حاجه شيء ما فيهاش روح، حاجه جماد، هتاخد اللي هو اس، هتبقى ماين نامه است ايه مستريك، تمام. بعد كده هير شنايدر نقط زي نوي، هي حضرتك الجديده هنا. طبعا هنكلمها بايه؟ بصيغه زند، بصيغه الاحترام. هتبقى ايه؟ زي هتبقى زند زي نوي، هي حضرتك الجديده هنا، تمام. هنا استخدم زند عشان ايه؟ هو هنا بيكلمها باحترام بطريقه فورمال، بيقول لها حضرتك الجديده هنا فراو مصري بترد عليه بتقول له ناين ich ونقط شون ein Jahr in هامبورج. لا انا هنا بالفعل بقالي سنه. فهنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم بن. انا اكون هنا بالفعل بقالي سنه، اوكي. هنستخدم بن، تمام. طيب بعد كده هيرشنايدر نقط زي اشتودنتن. هو هنا بيقول لها انت طالبه جامعيه، فبتقول له فكده هو انا برضو بيتكلم باحترام، فهنستخدم هنا ايه؟ زند زي اشتودنتن، حضرتك طالبه جامعيه. زند زي اشتودنتن. هنا بتقول له برضو فهو مستيق بتقول له ناين ich ونقط شولغن يعني انا في مدرسه، تمام. يبقى دي معناها طالبه جامعيه ودي معناها في مدرسه. فهنا استخدم بن. بن قلنا الضمير انا بياخد ايه؟ بن، اللي هو بن، اوكي تمام يا شباب. طيب ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله من غير مقاطعه هنتكلم عن عن الشغايبن، ازاي تقدر تكتب ايميل في مستوى الى اينس بطريقه سهله جدا وطريقه ممتازه جدا، تمام. متنساش بس تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتستنى اللي جاي ده عشان اللي جاي اكتر ان شاء الله. ولو محتاج تستفسر عن اي حاجه، عن كورسات، عن الواتساب، عن اي حاجه، ابعت لي على رقم الواتساب في الوصف او في دازين.